بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصة هذه الليلة: هو رجل أراد قتل أباه. كان هذا الأب يا أخوان رجل طويل جميل، وكان في ظهره انحناء، وكان عاريا من اللحم، وكان له عارضان خفيفان، وكان له عينان غائرتان في رأسه، وكان له جبهة ناتئة أي بارزة، وكان يخضب شيبه بالكتم والحنة. كان وجهه قليل اللحم، وكان اسمه عبد الله ابن أبي قحافة، وكان يكنى بأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وأما الابن فاسمه عبد الرحمن، وقد أراد قتل أباه في معركة بدر الكبرى الفاصلة بين الحق والباطل والواقعة أخرج ابن عساكر عن ابن سيرين أن عبد الرحمن رضي الله عنه عن أباه كان يوم بدر في صفوف المشركين، فلما أسلم قال لأبيه: لقد أهدفت لي يوم بدر فانصرفت عنك ولم أقتلك. فقال له أباه: لكنك لو أهدفت لي لم أنصرف عنك. أهدفت يا إخوان يعني أشرفت وتبينت لي، لقتلتك ولم أنصرف عنك حتى أقتلك. فكأن هذه الآية تنطبق على أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، وهو قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. يقول الله سبحانه وتعالى: وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. ثم قال سبحانه وتعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. يقول الدكتور محمد الأشقر في تفسيره أن سبب نزول هذه الآية أن أبو عبيدة رضي الله عنه وارضاه كان في صفوف المسلمين، وكان أباه يقصده ويتتبعه ليقتله، فلما أكثر عليه التتبع والقصد رجع أبو عبيدة فقتل أباه، وكان هذا في معركة بدر الكبرى، فأنزل الله تعالى الآية السابقة. عبرة يا أخوان من القصة السابقة أن الله سبحانه وتعالى يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله. فلذلك يا إخوان تجد الكثير من يترك الصلاة والصيام أو يعق أباه وأمه ابتغاء رضوان صديقه أو رضوان أحد أقاربه، والله سبحانه وتعالى يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، فنفاهم من الوجود. وهؤلاء الذين يدعون إلى ترك الصلاة وعقوق الوالدين وترك الصيام هم من الذين يحادون الله ورسوله. وكذلك يا إخوان بعض المعاصي التي لا نقول أنها محادة لله ولرسوله كشرب الدخان وسماع الموسيقى وكذلك الشمة وما شابه، لكن نقول لهم: احذروا، فإن الله سبحانه وتعالى أخرج إبليس من الجنة ووعده بالنار خالدا مخلدا فيها لتركه سجدة واحدة، فلا تطع أحدا في معصية الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.